الركنية في تنفيذها بن عياد. يلعب العرضية داخل منطقة الجزاء بعد من قبل الحارس ياسر زيتوني. تماس فعلا تلعب بسرعة تصل إلى ليكونزا، خرجت لم تخرج، يستفيد منها حارس المرمى ياسر زيتوني. باجو يضيعها مجددا، صعبة جدا لبودربالة. انطلق الخطير والسريع بودربالة يبحث عن المرور والتسديد بقوة كبيرة جدا، رائعة من بودربالة وأروع من قبل الحارس ياسر زيتوني في بعد الكرة الماضية ببراءة. يبحث عن المرور والتسديد بقوة انطلاق بن عيادة الآن يحضر لهيثم لوصيف، خطيرة للاتحاد. طوندونغ يا سلام، اتحاد طوندونغ يا سلام. هجوم فريق اتحاد خنشلة عادت لأحمد خالدي ولفائدة عناصر الاتحاد. التحضير والتسديد بقوة كبيرة والحارس رائع في الإبعاد مجددا. ياسر زيتوني أنقذ الموقف من كرة ساخنة مجددا لمصلحة هجوم فريق اتحاد الجزائر. كم كانت خطيرة جدا الكرة في الوسط، كرة أمامية، تغطية دفاعية خنشلية بالرأس، هذه فيها نوع من الخطورة والمجازفة، لكن الإبعاد يأتي من الحارس زيتوني. في الهجمة المعاكسة يقودها بن عياد، يرفع لان بن عياد السرعة، مر بن عياد، خطيرة 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 يا سلام داخل منطقة الجزاء. ضاعت على فريق اتحاد الجزائر. لعب الأدوار الأولى والانطلاق الآن من قبل بودربالة، 1 على 1 بودربالة، خطيرة جدا. سقط بودربالة وفقد توازنه في انطلاقة كانت صعبة جدا لأحمر العاصمة في الجديد. للاعب وليد داخل منطقة الجزاء، تسديدة بقوة من قبل وليد كردي لكنها سهلة للحارس الدراوي. الآن في المساحة باتجاه ليكونزا، العرضية داخل منطقة الجزاء بين أحضان الحارس ياسر زيتوني بحثا عن بودربالة. الكرة الماضية في ظهر دفاع فريق اتحاد خنشلة، قلت حتى ليكونزا يتفوق. وصلت إلى خالدي، انطلق خالدي سريع جدا، خالدي سدد خالدي بكل قوة، ولكن الحارس رائع والاتحاد العاصمي. كرة في منتصف الميدان ترسل أمامية، الانطلاق لمصلحة الياس شتي الذي يعود إلى تشكيلة الأساسية. الياس شتي بعد غياب طويل كان شارك لدقائق قليلة فقط في باليسرى إلى الخلف مجددا باتجاه حارسه ياسر زيتوني. كرة أمامية حميد جوسر تاع الاتحاد، تعب موسم شاق وموسم كامل مع احتفالات مع ضغط رهيب جدا صعب جدا. كرة أمامية لوصيف أمامية، الكرة في ظهر دفاع اتحاد خنشلة، عودة إلى الخلف باتجاه المدافع باجو أنطوني. كرة أمامية، صراع موجودة بلال بنسبة 95% هو باق مع الفريق بعدما اتفق مع بوكروما على ما هو موجود العام القادم. لوصيف وبن عياد، يبدو أن لوصيف، هيثم لوصيف، يا سلام ما أروع لوصيف وما أروع الحارس أيضا في لقطة صعبة جدا للاتحاد، صدد بقوة. والعودة من الإصابة صعب جدا أنك تحافظ على مستواك. كودري يلحق عليها اللاعب في وضعيته على حسب الوضعية التي يكون فيها اللاعب، إذا كان يجري أعطيها له سابقة قليلا، وإذا كان في مكانه أمامية عادت لمصلحة عناصر الاتحاد وتستقر عند ياسر زيتوني. أعتقد بأن الكرة الأخيرة في هذه المرحلة الأولى من زمن المباراة. زيتوني الحارس، كرة أمامية من زيتوني في الخط الخلفي، يدخل وسط الميدان ثم يرسل الكرة الأمامية لمن يشيمالون، سهلة جدا باتجاه الحارس ياسر زيتوني. نشاهد الثواني الأخيرة من المرحلة الأولى مشاهدينا الكرام.
لكونزا عايد من التسلل فعلا بن عياد، وبالتالي تفادى ملامسة الكرة أو لمس الكرة في اللقطة خلال هذه المرحلة الأولى. آخر الثواني عن المرحلة الأولى مشاهدينا الكرام، كرة سهلة